الإنسان بينكسف. سبحان الله العظيم، لما تشوف طفل صغير حافظ القرآن كله، وانت حافظ قد ايه من كتاب ربنا. قول لي والله الظروف برضه الواحد كبر ومش حافظ. طب حافظ اغاني قد ايه؟ حافظ اسماء لعيبه قد ايه؟ حافظ اسماء فنانين قد ايه؟ حافظ في شغلك قد ايه؟ اتقانك للكمبيوتر والنت والحاجات دي قد ايه؟ مهارتك في معرفه الشوارع والسواقه والحاجات دي قد ايه؟ مهارتك. كل المهن دي جت بالتدريب والمتابعة والصبر، وجت مع الوقت. كذلك القرآن يجي كده. احنا لو بدأنا نحفظ القرآن آية كل يوم، آية. انا عايزك تحفظ بس في يوم ألف لام ميم، وتاني يوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وثالث يوم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كل يوم آية بس سهلة، هتحفظ. بس احفظ، حس انك بتزيد، انك تقرأ القرآن كتير. كلام ربنا، طهارة القلب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود، ويروى ايضا عن علي بن ابي طالب، الثلاثة. قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو قلوبكم طهرة ما تشبعش من كلام ربنا ابدا. يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون. القرآن كلام الله العظيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مصحفك ده سلاحك، ما يطلعش من جيبك، ما يطلعش من قلبك، ما تفرطش فيه دقيقة، ما تفرطش فيه ثانية. روحك، مصحفك ده روحك على طول. لحظة اقرأ آية، وفتحت قريت آية، وبعدين انشغلت جالك شغل، ارجع تاني. هكذا دايما عينك عليه، قلبك فيه، روحك معاه، هو شغلك الشاغل. القرآن كلام الله حبيب قلبك. الحمد لله يا عم الشيخ، احنا بنقرأ. انا كل يوم بقرأ صفحة. ماشي، جزاك الله خيرا، جميل جدا، رائع، ممتاز انك تقرأ صفحة كل يوم. لكن لو زدت مش يبقى احسن؟ خلاص يا عم الشيخ، من هنا ورايح نخليهم صفحتين. طب كمان شوية لله، ماشي، نقرأ جزء كل يوم. جميل جدا انك تقرأ جزء كل يوم طول السنة، لكن في المواسم المسألة محتاجة برضو منك ايه؟ اديني حتة كمان، حتة كمان لله، شوية كمان زيادة، اديها زقة. معلش عشان خاطر مفيش وقت يا عم الشيخ. والله لو في وقت كنت اديتك، بس انا مفيش وقت. هنجيب وقت منين؟ طب معلش، ممكن تديني تلت ساعة، 20 دقيقة كمان من ال 24 ساعة زي بعض. ماشي يا عم الشيخ، تلت ساعة ماشي. انا اقرا فيهم جزء كمان، يبقى كل يوم جزئين. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ روحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين.